المحاضرة رقم 2 بدون إعادة بشكل سريع علشان خاطر الناس اللي ما حضرتش. بس الفكرة كلها إن احنا هنحاول نخلي فيه ميزة للناس اللي بتحضر معانا إنه لازم يحضر، عشان ما ينفعش إن هو يقول أنت النهاردة عايز تلتزم وتتعلم، فيفضل إن أنت تتعلم وتحضر وعشان تستفاد أكتر يعني. فالشرح والإعادة والتبسيط والحاجات دي كلها هتكون في المحاضرة، ولكن المحاضرة دي هتبقى بتفكرك بيه، أو الفيديو ده هيكون بيفكرك بيه أو بيعمل ريكاب سريع كده على الكورس كله أو المحاضرة كلها. طيب احنا هندرس النهارده ايه؟ التعليقات وانواع البيانات والمتغيرات والعمليات الرياضيه وتطبيق عملي في الاخر. طيب ببساطه اول حاجه في بايثون 3 انواع، وقلنا الكلام ده في المحاضره. 3 انواع من كتابه التعليقات. يعني ايه تعليقات؟ يعني ان انت النهارده عايز تكتب كلام معين نفسك تكتبه، بس الكلام ده ملوش علاقه خالص ببايثون، يعني ملوش علاقه بكلمه برنت، لان انا لو جيت كتبت في المطلق كده اي كلام في بايثون هيديني ايرور بالشكل ده. طيب فالحل عشان اشرح مثلا حاجه معينه اعملها ليه، بشرحها بالطريقه دي. فدي فكره التعليقات. طيب ليها 3 انواع او 3 طرق. دي طريقه ودي طريقه ودي طريقه. فيا اما اكون كده او اكون كده او اكون كده، اكتب التعليق بتاعي كده. هنا اي حاجه بتتكتب مش هيراعيها الكومبايلر ومش هيقول لك اي مشكله. طيب بعد كده عندنا حاجه اسمها انواع البيانات. هندرس الاول الفاريبلز قبلها علشان خاطر تكون سهله علينا. في حاجه اسمها الفاريبلز، والفاريبلز عباره عن صندوق معين بتحط فيه قيمه معينه. القيمه دي ممكن تكون نوع معين من انواع البيانات اللي هنتكلم عنها، بس اللي انت تقدر تعرفه ان الصندوق ده ليه اسم. ممكن اسميه احمد واقول يساوي الصندوق ده كذا، فانا كده بحط فيه داتا. تمام كده. الصندوق ده ممكن يكون حرف اتش بيساوي مثلا داتا معينه 10 12 مثلا. الصندوق ده ممكن يكون حرف الاس يساوي 12 ونص او 112 ونص. الصندوق ده ممكن يكون جي بيساوي ترو. فهنا بيكون دايما الاسم بتاع الفاريبل او المتغير اللي هو عباره عن صندوق بيتحط فيه قيمه معينه، وهنا القيمه بعد اللي يساوي دايما بتوازن بالمعادله كده، يساوي قيمه الاسم بتاع الفاريبل. طيب اسماء الفاريبل لازم نراعي فيها حاجات معينه، زي ان احنا ما ينفعش نسمي اسم الفاريبل بيبتدي برقم، ولكن ينفع اسم الفاريبل ينتهي برقم او يبقى في نصه رقم. تمام. طيب اسم الفاريبل ما ينفعش يكون فيه اي كاركتر خاص زي كده، اي كاركترز من الكاركترز دي، ولكن ينفع يكون فيه بس الاندرسكور. دي الحاجه الوحيده المقبوله. وينفع اقول كده بالظبط، وينفع اقول كده. تمام كده. طيب اسماء الفاريبلز حساسه للاحرف. يعني مثلا A بتساوي 10 و A بتساوي 10 او 2 مثلا، دي حاجه ودي حاجه. فلو طبعت A العاديه هتديني قيمه 10، لو طبعت A الكابيتال هيديني 2. فدي حاجه ودي حاجه. فبايثون كلها بشكل عام حساسه للحروف الكابيتال او الكابيتال كيس. فA سمول غير A كابيتال. تمام كده. طيب فكده شرحنا المتغيرات بشكل بسيط، والمتغير قلنا ان هو بنحط فيه داتا بشكل او باخر. ممكن الداتا دي تكون انواع معينه اللي هنتكلم عنها، وخلينا نقول مثلا A B بتساوي 1.5، G بتساوي hello، S بتساوي true، L بتساوي. دي الانواع الاساسيه من البيانات. يعني انا النهارده في عندي نوع اسمه الانتجر او
كلمه تايب هنا في بايثون بتعبر عن النوع بتاع الفاريبل. فانا عندي هنا الفاريبل الاول ليه نوع معين، الفاريبل الثاني اللي هو بي ليه نوع معين، جي ليه نوع معين، والاس ليه نوع معين، والال ليه نوع معين. فلما اقول print type a فانا عايز اعرف نوع ال a وليس قيمته ايه. فانا ممكن اطبع قيمته لو قلت print a على طول، وممكن اطبع نوعه لو قلت type a بالشكل ده. فتعالوا نشوف. طيب قيمه ال a 10 زي ما احنا شايفين كده طبعها، ولكن لما جه قال type a فهو طبع النوع بتاع A، فقال لك النوع بتاع A هو انتجر يعني رقم صحيح. النوع بتاع B هو رقم عشري، تمام؟ يعني فلوت. حلو كده، ما هواش رقم صحيح يعني مش انتجر. طيب والسترنج هي جي اللي هي هلو، وقلنا اي حاجه بتتحط ما بين دبل كوتيشن او سنجل كوتيشن تبقى سترنج، ملهاش علاقه خالص باي حاجه. يعني حتى لو انا كتبت واحد جوه السترنج ده بالشكل ده يبقى سترنج، مش هيتعامل على اساس ان هو عدد صحيح، او 10 حتى مش عامل على اساس ان هو عدد صحيح. وجه على الاس قال لك ده نوعه بول اللي هو بوليان، وجه على ال قال انه نون تايب ملوش نوع، والنون معناها ببساطه ان حاجه مش موجوده اصلا. وقلنا ان احنا بنحدد انواع البيانات دي علشان خاطر نقدر نتعامل معاها. فلو انا قلت مثلا A زائد B اقدر اجمعهم فعلا واشوف النتيجه 11.5. اقدر اضربهم في بعض اشوف النتيجه 15. اقدر اطرحهم من بعض، اقدر اقسمهم على بعض. فكل العمليات الحسابيه اقدر اعملها عليهم. طبعا في عندنا عمليه حسابيه اللي هي شايفين الرقم ده ظاهر ازاي؟ دلوقتي بصوا عليه هيظهر ازاي، نفس القسمه ولكن بدون اي كسور. وعندي كمان باقي القسمه، وعندي كمان الأس، يعني 10 أس 1.5 بيساوي الرقم ده، تمام كده؟ فدي العمليات الحسابية اللي أقدر أعملها على الانتجر والفلوت. إنما السترنج ما بقدرش أعمل عليه غير عمليات زي كده. يعني لو قلت اس تساوي وورلد مثلا، وقلت جي زائد اس هينفع معايا جدا، ولكن لا لحظة معلش، خلينا نسمي الاسم ده مثلا تي، ولكن هيعملهم جنب بعض، مش هعمل عليهم عمليه حسابيه. طيب هل اضرب جي في اس؟ مش هينفع طبعا، لانه ما ينفعش يتعامل مع السترنج بالشكل ده. احنا قلنا السترنج قبل كده. هل ينفع كده؟ ما ينفعش برضو بسبب واحد، لان ده مش انتجر، لانه سترنج وما بين دبل كوتيشن، تمام كده؟ طيب كده اتكلمنا عن انواع البيانات الاساسيه، واتكلمنا عن انه عندنا انواع مختلفه من البيانات، واتكلمنا عن العمليات الرياضيه اللي عليهم. تعالوا بقى نتكلم عن المثال. مثال ببساطه احنا هنعمل دلوقتي آلة حاسبه بتقول بتجمع رقمين. خلينا نكتبها وهنشرحها بعد ما نخلصها. هلو يوزر مثلا، بقول له بطبع له اهلا بيك، وعندي حاجه في بايثون اسمها input. input دي بتاخد شيء من المستخدم او بتاخد قيمه معينه من المستخدم. فلو انا قلت مثلا دخل الرقم الاول. احنا بنعمل دلوقتي مثال بيعمل بياخد رقمين من المستخدم وبيجمعهم على بعض. هاجي هتزنق جدا ليه؟ لان انا مش عارف هو الانبوت ده محطوط فين بالظبط، فلازم استخدم الفاريبل علشان يبقى مفيد. فانا لو قلت ايه للانبوت الاول وبي للانبوت الثاني، وجيت طبعت وعملت برنت A زائد B، تعالوا نشغل البرنامج. هو اشتغل معايا اهو،
ولكن مستني مني ان انا اكتب الرقم الاول. لو كتبت 10 كتبت 20 طلع لي 10 20. ازاي؟ لانه ببساطه انبوت بترجع دايما سترينج، فلازم اقول له ان هي لازم تتحول انتجر. فالحل الطريقه اللي انا عملتها من شويه دي او الطريقه دي ان انا احول الاي لانتجر بالشكل ده، احول البي لانتجر بالشكل ده. لو جيت دخلت فيه رقم 10 20 هيظهر معايا 30 بالبيهيفير الطبيعي. وبكده ابقى عملت اكزامبل للموضوع ده. شكرا لك.